وصلاح الدين الايوبي اللي البعض دلوقتي طالع بيشكك فيه، وطبعا التشكيك في صلاح الدين وسقوط صورة صلاح الدين ليست مسألة هينة، بل هي مدروسة. انت صلاح الدين من الحاجات اللي انت بتتفاخر بها في تاريخك. بعض المفاخر التاريخية لابد ان يتم هدمها حتى يتم هدم التاريخ بشكل عام. ما قدرناش ان احنا نهدم صورة صلاح الدين ولا صورة الناس العظماء اللي في التاريخ. فالبديل بقى او بلان بي، لا، الغي التاريخ كله. مش عايزين قرايه تاريخ، مش عايزين دراسه تاريخ. ليه؟ ما هو انت لو ما فيش قدامك صلاح الدين، ما فيش قدامك انتصار اكتوبر، ما فيش قدامك قلب ارسلان، ما فيش قدامك كل الناس اللي انتصرت دي وعطلت هذا المخطط الشيطاني، انت هتستسلم. ناس كتير قوي دلوقتي انضوت تحت هذا المخطط بدعوى انهم هم الاقوى وانهم هم الاكسب. بالمناسبه هم معاهم كل ثروات العالم، حتى الثروات اللي مش في دولهم وفي دول اخرى هم حاطين ايديهم على حكام هذه الدول ويتحكمون في هذه الثروات. تمام؟ كل الاموال معاهم، كل الاقتصاد معاهم، كل التقدم التكنولوجي والبشري والصناعي معاهم. ده مش معناه ان انت ما تقدرش ان انت يبقى عندك تقدم تكنولوجي ولا صناعي ولا لا 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 لا. يحصل امتى؟ البدايه من هنا، من الوعي، ان انت تبقى فاهم اصل الصراع وحقيقه الصراع حتى تتمكن من ووقف هذا التقدم وهذا الزحف الشيطاني عليك، على شخصك، على بيتك، على اولادك، على بلدك، على الاديان. مش بتكلم على دين معين. تمام؟ هو كل من يعرف ان هناك الله هو مستهدف من هذا الحزب الشيطاني او من هذا الفريق الشيطاني او من هذه المؤسسات الشيطانيه. دي البدايه. ارجو ان الحلقه او هذه الفقره لا تتوقف عندك فقط وتسمع وتهز وتقول ايوه فعلا عندك حق. لا، ارجو ان انت حضرتك تعمل شير، ارجو ان حضرتك تهتم بالكلام ده وتنشره بنطاق كبير حتى نتمكن من الوصول لفريق يجابه فريق الشيطان. البدايه الوعي.